إزاي أقدر أعمل التوازن الصح عشان أنجح حياتي الزوجية؟ من أكتر الحاجات اللي بتبوظ حياتنا يا جماعة الزوجية هي إننا مش بنعرف نعمل توازن بين مسؤولياتنا تجاه بعض ومسؤولياتنا تجاه نفسنا، لأننا ما بنكونش قادرين نشوف فكرة إننا بنكمل بعض، مش معتمدين على بعض. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. الأساس يا جماعة إن يكون عندنا جزء مسؤوليات الحياة الزوجية وجزء لحياتنا الشخصية. جزء ان انا مهتمية بالبيت وبجوزي وبحياتي، وجزء تاني اني مهتمية بنفسي وبعقلي وبسلامي الداخلي. الراجل كمان جزء مهتم ومسؤول عن مراته وعن البيت وعن الحاجات الحلوة اللي بيديها لها، وجزء مهتم بنفسه، بصحته، بحياته، بشغله. طيب انا هديكوا كده كام نقطة، لو قدرنا نعملهم هتلاقوا زواج ناجح جدا جدا جدا، وهتقدروا تحققوا التوازن اللي أنا بقول عليه. أول حاجة عدم الاعتمادية، يعني ما نضغطش بعض ونعتمد على بعض في كل حاجة في الحياة، كبيرة أو صغيرة. إحنا متجوزين بني آدم أو بني آدمة، فطبيعي إننا مش متجوزين عم حزنبل اللي معاه العصاية السحرية اللي هتحقق لنا كل حاجة في الحياة. إدراكنا لده هيخلينا فعلا سعداء، علشان هنعرف إننا مش مسؤولية اللي قدامنا إن هو يسعدنا، ومش مسؤوليتي إن أنا أسعده بشكل مطلق. فاهمين قصدي؟ 2، التقدير. قدروا مجهودات بعض الصغيرة قبل الكبيرة، ده بيفرق جدا جدا. التقدير في الحياة الزوجية بيخليها تقف على عمود صح وبتكمل بشكل صح وصحي، لأن بيكون في دافع إن أنا أعمل مجهود تاني لأنه أنا متقدرة، أو هو يعمل مجهود تاني زيادة لأنه هو متقدر ومتشاف. 3، مرتبطة طبعا ب2، هي التعبير عن الشكر والامتنان والسعادة من أي حاجة صغيرة الطرف التاني بيقدمها لي. انتوا مش متخيلين الشكر والتقدير والامتنان ده بيفرق قد ايه مع الطرف التاني في العلاقة. بيحس انه فعلا متقدر، وانه اي حاجة صغيرة بيعملها متشافة من شريك حياته. رابع حاجة ودي المساحة الشخصية، هي دي بقى التركة اللي هتخلي فيه توازن في حياتك، وفيه سلام داخلي وهدوء نفسي وقدرة على العطاء زيادة. ليه بقى؟ احنا مهم اننا نفصل حتتين عن بعض زي ما قلت في بداية الفيديو. مسؤولياتي الحياتية كزوجة أو كزوج، وعن حياتي الخاصة وثقافتي وحياتي ودماغي وسلامي النفسي. هقولكوا ازاي. احنا محتاجين الزوج أو الزوجة في يومه يبقى فيه عنده المي تايم. ده بيفرق جدا في شحن الطاقة، يعني يبقى كل حد من الطرفين عنده وقته لنفسه، يقرأ كتاب، يروح الجيم، يسمع موسيقى، يخرج مع أصحابه. وده طبعا بيكون جنب مسؤولياته تجاه الشريك وتجاه البيت. بيفرق جدا يا جماعة الموضوع ده في إن هو بيشحن طاقة الزوج أو الزوجة، وبيخليهم يرجعوا تاني للحياة الزوجية بطاقة حلوة جدا، بتبقى ليها فايدة إيجابية على الحياة بحالها. النقطة اللي بعد كده وآخر حاجة، افتكروا دايما إنكم متجوزين ومع بعض دلوقتي علشان انتوا بتحبوا بعض، وعلشان كان في بينكوا كلام وحاجات كتير قوي 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 حلوة قبل الجواز وفي الخطوبة وبعد الجواز. فكروا دايما بعض بالذكريات الحلوة، افتكروا فرحكوا، افتكروا وقت خطوبتكوا، افتكروا أصلا أوقات الحب اللطيفة اللي بينكوا. ده بيفرق كتير جدا جدا في الحياة، لأنه بيفكرنا إحنا ليه دلوقتي موجودين سوا، إيه فايدتنا إن إحنا قاعدين مع بعض. إحنا عايزين ننبسط ونسعد بعض ونشيل بعض ونسند بعض. ساعات الروتين والحياة يا جماعة والضغوطات اللي حوالينا بينسونا الكلام ده، فبنحتاج نفكر بيه نفسنا كل شوية وكل فترة علشان نرجع الشغف والحب للحياة.